مساء الخير. ايه الاخبار؟ من كولر لوسوريو يا قلبي لا تحزن. قلت لكم قبل كده، قلت لكم ايه؟ المدرب الاجنبي بلاش منه، نجيب المصري ونشجع المصري ونوفر دولارات. ما بيضيفش جديد، ما بيدينيش حاجه جديده، ما بيطبقش طريقه لعب جديده، مفيش افكار، ما بيطلعليش لعيب صاعد، ما بيطلعليش كذا. مفيش حاجه يا جماعه. ازاي الزمالك اهو النهارده وجمعه كان الاهلي. مدرب الاهلي بيشحت همم الجمهور وروح المعنويه، وبلد شد حيلك يا بلد عشان يكسب صن داونز وما عرفش يحط جول عشان حتى يخش ضربات جزاء. النهارده الزمالك نفس الوضع. خلاص يا جماعه نوفر الدولار ده يا جماعه بقى في الاهلي والزمالك. نجيب مدرب مصري للاهلي ومدرب مصري للزمالك ونشوف واحد كده صغير كده في السن كده اهوت ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. لكن احنا بقى هنقعد كل اول شهر نقول ازمه المدرب الاجنبي، ده احنا عايزين دولارات، ده عايزين ما اعرفش ايه، وفي الاخر نجيب له قالون عصفور والنتيجه صفر. النتيجه صفر. النهارده مين اللي كسبان؟ اسوريو، مجدي عبد العاطي، لعيب شاب وزي الفل. مدرب، انا في الكلمه، مدرب شاب وزي الفل. ايه يا جماعه؟ ما نشوف يا جماعه المدربين المصريين دول بقى، ونشوف تحت السلم كده وتحت البلاطه ونطلع كده، نطلع اللي عندنا المواهب اللي موجوده دي. نسيبنا من الكبار حتى في المصريين، المدربين المصريين اللي الفوا كعب دول على الانديه. نشوف الشباب، واحد زي مجدي عبد العاطي كده، نشوف واحد زيه كده، اتنين تلاته اربعه. نشوف كده الافكار كده. الناس اللي بيفكروا دول بيتلاقوا لعيبه كويسه من الدوري المصري، لعيبه شاب ولعيبه في انديه مغموره، ويعمل فرقه ويظبط الدنيا. بقيه المحله نفس الموضوع، عندهم مدرب شاب زي الفل وشغال والدنيا ماشيه معاه. طيب يبقى فين؟ في عندنا قاعده، في عندنا ناس كويسين. طيب ما نستفيد منهم بقى. ولا تاني عقده الخواجه؟ ها، انا قلت قبل كده، قلت مين؟ قلت هيديكوت، وقلت فاتسا، وقلت مانويل جوزيه، وقلت ماركوس في الاسماعيلي. حصل؟ حصل. نزلوا عليهم شويه كروش، شويه اللي ظلم معانا في المنتخب، انه جاب بعض اللعيبه اللي المدربين اللي عندنا كانوا شايلينهم وحطيناهم. هتكلم في الموضوع كتير، الموضوع ده مهم جدا وملف مهم جدا. النهارده حتى في الباسكت اجوتش اللي في الاهلي، مين بيكسبوا النهارده؟ اشرف توفيق رايح جاي واخده في سبورت. خلاص يا جماعه اوجستي خلاص فقد الشغف شويه. طيب يا باشا ما نشيله يا باشا ونشوف مدرب تاني. ها، ايه الاخبار؟ هل احنا هنفضل دايما عقده الخواجه عندنا في ظل الازمه اللي موجوده عندنا، ولا نشوف مدربين مصريين ونفتح الصندوق شويه، نفتح القاعده اللي موجوده ونجرب؟ ما هو الدوري ده هو مفرغه للمنتخب. المفروض الدوري ده بيخدم على المنتخب في الاخر، او بيخدم على الانديه في البطوله الافريقيه في الاخر. ما نشوف. احنا عندنا المدرب بتاع جنوب افريقيا بتاع سان داونز 36 سنه، عندنا مدرب المنتخب المغربي كام سنه. خلاص، ما دول كلهم برضك عندنا نماذج بره في القاره موجودين. حتى المدربين اللي بره اللي هم ملمعين شويه في بره في اوروبا نفس الموضوع برضه. هتلاقي في الاربعينات، اخد الاربعينات. استنى لما يجي مدرب مصري نجحكح كده اديله فلوسه عنده 50 سنه 60 سنه، ولا ادي المدرب بقى المصري؟ انا حبيت اقول اهو، حبيت اقول اهو، الزمالك والاهلي عليهم مراجعه الاثنين اللي عندهم، خصوصا نادي الزمالك. يشوفوا حل، ما حدش يقول شرط جزائي وشرط جزائي كبير والكلام ده كله. يقعدوا مع الراجل ويشوفوا الوضع ايه، يمشي بالتراضي، لا نص الحاجات اللي احنا فاهمينها دي كلها، ويشوفوا مدرب مصري يكمل الموضوع. الاهلي عايز يبقى على كوره بقى لغايه الانتقالات الشتويه، لغايه ما يشوف كاس العالم يعمل في ايه، الوضع بتاعه ايه، يظبط يشوف الموضوع ايه، ما يظبطش اكتر من كده لغايه لما يوصل لحد. لان كده اسمه اهدار مال عام وفلوس دولارات بتتحرق في الارض في الانديه، وكمان لما نشوف ربنا يستر كمان في المنتخبات. انا حبيت اقول
وحبيت اتكلم في النقط ديت بدون الدخول في طريقه لعب وصف لعب فلان ولعب علان. الموضوع ده اصلا ما عادش يجدي معاهم بنتيجه. سلام عليكم. لكن قبل السلام عليكم يا ريت نفعل اللايك والشير ونشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. باي.